مشروعات دعم السودانيين في مصر، يعني دعم أو افتتاح مركز دعم مرضى الكلى السودانيين في مصر بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومركز الملك سلمان للإغاثة. دعم أي مواطن أو أي إنسان في العالم هو عمل إنساني، ولكن الملاحظات أن لماذا لا يتم هذا المشروع داخل السودان؟ أليس من الأجدى أن نعمر السودان؟ أليس من الأجدى أن نشجع المواطن السوداني أنه يعيش في بلده ويلقى الخدمات اللائقة به؟ يعني هذا يعني يثير علامة استفهام كبيرة إننا نعمل مشروعات داخل مصر للسودانيين، ومشروعات داخل مصر مش عارفة لمين، لجنسيات أخرى، ونتباهى ونتفاخر بأننا عندنا أكتر من 160 جنسية بيتعاملوا زيهم زي المصريين في الموارد وفي العلاج وفي التعامل مع المنظومة الصحية. ثم يقول الوزير وزير الصحة أن ذلك ضغط على المنظومة الصحية. طب هذا الضغط على المنظومة الصحية أليس من شأنه أن يؤثر على المواطن المصري الذي هو صاحب الحق في العلاج، وحسب الدستور أنه له الحق في العلاج وفي التعليم وفي السكن؟ أليس من المفروض أن يكون له هو الأولوية؟ يعني نتمنى أن يكون يعني هناك تعامل مع المواطن المصري بشكل يليق به. ويعني نحن ليس ضد أن يتم علاج أي شخص، ولكن لماذا لا يتم علاجه في بلده؟ لماذا لا ننمي هذا السودان الشقيق الذي يحتاج إلى كل يعني تنمية في هذا التوقيت الحرج، وخاصة بعد أن بدأت الدولة تتعافى وبدأت هناك أماكن يعني آمنة؟ نتمنى أن يكون هناك نظرة ثاقبة ويعني تغليب مصلحة المواطن المصري.